تعالوا يلا نقطع أنبوبة الأسنان وهنحل أكبر مشكلة منزلية بتواجهنا. اللي ما يعرفنيش أنا فاطمة ودي قناة أفكار. حابة أشكر كل حد دعمني وكتب لي كومنت حلو أو حطلي لايك على الفيديو. وقبل ما تعملوا أي حاجة انزلوا حطوا لايك كبير عشان أنا متأكدة انكم هتستفادوا. لو انتي أول مرة تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان أكيد 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 هتستفادي وهتوصلك أفكار تحفة. يلا بقى بينا نشوف فيديو بتاعنا. اول فكرة بقى زي ما انتوا شايفين كده. كلنا طبعا بيبقى عندنا ركنة او سفرة والكراسي بتاعتها بتبقى متدمرة كده، سواء بقى مشترياها او عاملاها عمولة. انا كنت عاملاها عمولة، مش عارفة بقى ده العيب العمولة وده ولا ايه. فهنجيب اي منوكير كده، لو انتي الرجل بتاعة الكرسي او كده بيضة هتقومي حاطة مونيكير ابيض، لو هي سودة هتحطي منوكير اسود على حسب بقى لونها وهتستخدميها وهتبقى زي الفل. لو عجبتك الفكرة ما تنسيش تضغطي لايك. الفكرة اللي بعد كده، كلنا طبعا عندنا انبوبة الاسنان او معجون الاسنان، ساعات كتير بتبقى مليانة كده زي ما انتوا شايفين. انا ديت او صلاحيتها انتهت، يعني انا دي صلاحيتها انتهت عندي. هو طبعا اصلا في الايام ديت لو حتى صلاحيته انتهت تستخدموه عادي عادي جدا، بس احنا ما كناش بنستخدمها فقلت هستخدمها في حاجة، فقلت هجيب علبة كده وهحط الباقي فيها دوت. ايوه يا جماعة، هي الانبوبة ديت اللي هنستخدمها في الفكرة بتاعتنا، بس الفكرة هتيجي كمان شوية. هنعمل ايه بقى بالمعجون الاسنان دوت؟ هنجيب اي فرشة قديمة عندك كده، والسلسلة سلسلة فضة، اي سلسلة فضة عندك، اي خاتم فضة زي ما انتوا شايفين كده هتخليهولك بيبرق حرفيا. معجون الاسنان دوت سحر حقيقي حلو قوي. بيشيلك برضو الحاجات من على الحوائط. لو في قلم رصاص، القلم رصاص بس الصراحة عشان ايه ما تجيبوش بقى وتقعدوا تفرهدوا نفسكم. هو لو قلم رصاص هيتشال بمعجون الاسنان، غير كده لا، عشان انا جربت كتير. وبصوا هتبقى تحفة. دلوقتي هوريكم قبل وبعد، هتبقى تحفة خطيرة بجد. لازم تقوموا بقى تجيبوا كل السلاسل اللي عندكم وكل الخواتم اللي عندكم الفضة، وايه تلمعوهم كده تدولها لمعة. انا عايزة اقول لكم ان انا لابسة السلسلة دلوقتي وبجد فرحت قوي ان انا رجعت البسها تاني بدل ما هي كانت مركونة في الدرج. وحابة اشكر قوي نونا محمد وحيل وافكار، على طول بيكتبوا لي كومنتات حلوه، وبجد هم ناس كويسه قوي وناس طيبه خالص. هنشوف بقى قبل وبعد. بصوا تحفه، ده شوفوا كده، يعني كانت سودا بقت بتبرق. الفكره اللي بعد كده، كلنا طبعا عندنا المناديل وايبس، بتيجي كده الغطا بتاعها. يعني انا بجمعهم الصراحه وبتبقى حلوه قوي، بتحطيها بقى في الشنطه بتاعتك. هنعمل ايه؟ هتجيبي مسدس شمع زي ما انتوا شايفين كده وهنلزق دي في دي، تبقى حلوة قوي لأي حاجة صغيرة ممكن تقع منك في الشنطة. زي ما انتوا شايفين كده هنلزقها بمسدس الشمع وهتتفتح بكل سهولة وهتبقى حلوة خالص. هنحط فيها ايه بقى؟ هنحط فيها الدواء، لو انتي عندك دواء مثلا برشام صداع او اي حاجة في الشنطة بتاعتك على طول. دبابيس مثلا، جنيهات فكة فضة، آه، اي حاجة اللي هي الحاجات اللي بتقع مننا دي. السلاسل والاكسسوارات بتاعتك هتحطي كده ومش هتقع منك ولا هتروح في اي حتة. بجد فكرة حلوة قوي، اعتمديها. الفكرة اللي بعد كده، عارفين دي ايه؟ دي اسمها صنفرة، بنصنفر بيها بقى الخشب او كده. هنعمل فيها ايه؟ هنعملها مبرد. اه والله صدقوني حلوة قوي، بدل ما تقعدي بقى تشتري مبرد لضوافرك والحاجات دي، هتقومي جايبة مسدس الشمع كده على اي حاجة. مش شرط على البتاع دي كانت حاجة عندي كده زي بتاعة القدم يعني وكده، بتاعة الرجل يعني اللي هي بتقشر الرجل. ودي برضو ممكن نستخدمها في تقشير الرجل، مش تبقى مبرد بس. فحقيقي حلوة قوي وعملية جدا، وممكن تستخدميها على خشبة، مش شرط البتاعة دي، اي حاجة هتحطيها بقى مسدس الشمع وتلزقيها وهتبقى احلى مبرد عندك.
الفكرة اللي بعد كده طبعا كلنا فكرتنا بقى الجميلة القمر، هاتي معجونة الأسنان وقطعيها وهنحل أكبر مشكلة بتواجهنا. زي ما انتوا شايفين كده هنتنيها وهنقص دايرة كده صغننة، نص دايرة هتبقى معانا دايرة. عندك بقى أسلاك الكهرباء أو مشترك أو سلك الكاتل، التلاجة، أي حاجة فيها سلك طويل ومضايقك هتعمليله منظم أو رابط كده زي ما انتوا شايفين. ممكن نخليها بكذا حاجة، يعني بكذا فتحة. يعني لو انت عندك سلك صغير يبقى الفتحة ديت، لو انت عندك سلك كبير يبقى الفتحة دي، يبقى ايه كده كذا خرم كده عشان ايه نعرف نقفل اللي احنا عايزينه. فحلوة قوي الفكرة ديت، اعتمديها، ولو عجبتك ما تنسيش تحطي لايك فضلا عشان ناس اكتر تستفاد. وبعدين يا جماعة دي ضغط الزر بسيطة، اكيد مش هتفرق معاكم بس هتفرق معايا جدا تقديرا حتى لمجهودي اللي انا بعمله يعني. كلنا طبعا عندنا مسدس الشمع او اسلاك الشاحن، السماعة او الحاجات دي ما بتبقى منطورة في كل حتة ومش عارفين نلمها من اي حتة خالص. فنعمل ايه بقى؟ زي ما انتوا شايفين كده عندك استك او عندك كمامة زي ما انت شايفة كده، هنرميهم؟ لا طبعا، ازاي، لازم نستفاد بيهم. هنجيب كده بقى وهنربط الكمامة كده زي ما انتوا شايفين. مش عارفة انا كنت مقصراها قوي كده ليه، ما افكها شوية بحبحها شوية مش عارفة في ايه. المهم يعني هنربطها كده زي ما انتوا شايفين وهنحطها في السلك كده كلها تبقى. اعملوا كده منظم درج كده للأسلاك دي وتربطوا بقى كل سلك في بعضه عشان ايه مفيش حاجة الدنيا تدخل على بعضها بقى. فكرة حلوة قوي، اعتمدوها. عندك بقى كمامة تمام، ما عندكيش كمامة هنعمل ايه؟ هنجيب التوكة بتاعت الشعر بتاعتنا اللي هي التوكة الصغننة بتاعت الأطفال دي. مش هنيأس يعني، لازم ننظم ونرتب الله. بس زي ما انتوا شايفين كده فكرة حلوة قوي، انا حبيتها. الفكرة اللي بعد كده كلنا طبعا عندنا ريموت، شايفين انا مجبساه ازاي؟ طبعا عشان بيتكسر على طول، اطفالنا ابرياء احباب الله. نعمل ايه بقى؟ نجيب كيس ونلبسه للريموت كده ونلف عليه بلاستر، نلف بلاستر. طب ما عندناش الحاجات دي مع انها موجودة في كل بيت والله. هنجيب اي طبق فويل زي ما انتوا شايفين كده وهنقيس الريموت زي ما انتوا شايفين كده ونقص نقص 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 ونظبط. بس كده. ونعمل ايه بقى؟ عارفين الاسترتش رول؟ نلف 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 ونجبس عشان بقى نحمي ايه بقى، مش كل شويه هنشتري ريموت، يعني الميزانيه خلاص اصلا خربانه لوحدها، كفايه الغلا اللي احنا فيه والله. بس هنحاول نتأقلم ونظبط الدنيا، يعني احنا قدها وقدود، احنا ستات بيوت شاطره صح. وبالمناسبه دي فكره تحفه في اخر الفيديو للناس اللي بتحب تهتم نفسها، تهتم بنفسها كده، تدلع نفسها. وبس كده، شفتوا الريموت بقى تحفة. او هنلف بقى زي ما انتوا شايفين كده ستريتش رول. هو كان معصلج معايا عشان الستريتش رول قديم، عادي ولا يهمني ابوظ الفكرة وما اعملهاش، لا طبعا هعملها والله ولا يهمني. بس كده، يا عيني على افكار، يا عيني. الفكرة اللي بعد كده لازم نهتم بنفسنا وندلع نفسنا بأقل الإمكانيات وأقل التكاليف. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب بتاع قمر زي ديت، أي علبة عندك تتفسيها في الحمام تخبيها. تجيبي ايه؟ مشتك بقى، البرفيوم بتاعك، البتاع بتاعت الوش، أي زبدة كاكاو، اي حاجة عندك بتحبي تحطيها كده. كل يوم الصبح كده تسرحي شعرك وانتي بقى بتغسلي وشك بتتوضي والجو ده الصبح كده عشان نطلع امارات امارات من الحمام كده، ما نطلعش منكوشين وشفايفنا بهتانة والجو ده. ولو استفدتي بأي فكرة ما تبخليش عليا بلايك واشتركي في القناة فضلا عشان هتستفادي اكيد. سلام.